المطب اللي ورايا ده مش اي مطب، ده مطب صناعي الكتروني. الفكره هنا لما حد بيعدي السرعه اللي مسموح بيها في الطريق، المطب ده بينزل والعربيه بتتخبط خبطه حلوه. لكن لو انت ماشي بسرعتك القانونيه، المطب ده هيفضل مساوي الاسفلت ومش هتحس بالمطب. طيب حد هيسالني لو في بوليس او اسعاف ماشيين بسرعه اكتر من اللي مسموح بيها ايه اللي بيحصل؟ ولا بيحصل اي حاجه، المطب بيفضل زي ما هو مساوي الاسفلت عشان البوليس او الاسعاف ما يحسوش بالمطب. فهو في رادار بيحس بسرعه العربيات اللي رايحه واللي جايه وبتاخد مطب على حسب انت محترم القانون ولا لا. طبعا في المطب العادي كل العربيات محتاجه تهدي وبعد كده بتسرع بعد المطب، اللي بيسبب ازعاج للسكان وكمان بيسبب عوادم اكتر. لكن في المطب المتحرك العربيات بتمشي بنفس السرعه من غير ما تحس بحاجه. تاني ميزه ان المطب المتحرك مريح جدا للسواقين الاتوبيسات عشان ما يتصابوش بمشاكل في ظهرهم من كتر المطبات. وتالت ميزه ان البوليس والاسعاف والمطافي يقدروا يعدوا بسرعه عاليه من غير ما ياخدوا المطب، لان الرادار بيقدر يميز ما بين العربيات العاديه والعربيات الطوارئ اللي بيبقى فيها جهاز ترانسبوندر.